السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني عاملين ايه؟ انا طالعة عشان اخ يعني طالب مني اتنين طالبين مني عرايس يكونوا ايه ناس محترمة. عشان اللي انا الشاب اللي انا بجيبه او العروسة اللي انا بجيبها لازم تكون محترمة جدا. لازم تكون محترمة جدا عشان دي حاجة هتبقى طول العمر. فهو شاب عنده 30 سنة، في العاشر من رمضان. عنده عربيته، عنده شقته كاملة، عنده بنت عندها 7 سنين، 6 سنين 7 سنين كده. فهو يعني قال لي يعني انا برجوك انك تشوفي لي واحدة بس يكون انت يعني حاسة بيها ان هي تكون محترمة مؤدبة. قلت له انا مش هقدر اجيبها للمؤدبين المحترمين، لان انا طريقي ده طريق الاحترام والادب. السافل بقى انا ماليش دعوه بيه، يروح يشوف ناس تاني انا ما اعرفش. فالواحده اللي هي انا دلوقتي بقى عندي ارسال، وعندي ارسال محترمه جدا جدا. عندي المدرس، عندي الاخ اللي انا بقول عليه دوت، معاه بنت عندها 7 سنين وعنده 31 سنه، شقته كامله، زوجته اتنازلت عن كل حاجه وخدت نصيبها ومشيت، سابت بنتها واتنازلت عنها. فهو عايز يستقر هو وبنته، بس عايز واحدة تعرف ربنا ببنته قوي اكتر منه. هو مش مشكلة، هو بيقول لي كده انا مش مشكلة خالص. لكن هي تاخد بالها من بنتي، تاخد بالها من، وهي لو معاها بنت او حاجة ماشي. تربي عيال غيرك اربيهم لوجه الله، ما هي هتربي لي بنتي وانا هربي لها بنتها، يبقى احنا الاتنين شايلين القفة بايدين. هو بيقول كده. فهو عايز واحدة بتاعت 28 سنة 29 سنة، مش اكتر من كده. تكون محترمة ومؤدبة. انا لما اشوفها هقراها، يعني من غير ما هي هتقول لي انا ايه، لمجرد اقعد معاها 3 4 كلمات هفصصها من فوق لتحت. فانا بقول يعني ايه، الواحدة اللي عايزة ارسام بس تكون محترمة. اهم شيء الاحترام والادب، اهم شيء الاحترام والادب، اهم شيء. السن انا ما يهمنيش، اذا كان في راجل او ست انا ما يهمنيش السن، اللي يهمني الادب والاحترام. واحدة محترمة ومؤدبة هدي راجل احسن منها كمان. واحدة سافلة وحيوانة بقى والنبي تبعد عننا، مش طريقنا، مش الشارع بتاعنا اللي ماشيين فيه. انا عايزة واحدة تعرف ربنا في الانسان ده هو وبنته، تراعوا الله فيهم. يعني انا مش عارفة اقول ايه يعني، بس يعني انا عايزة كده. وعايزة اي واحد يكلمني يكون على كلمة الاحترام والادب. مش عايزة واحد بقى بيشرب سيجارة، واحد مش عارفة ايه، واحد متدلع. اللي بيمشي كده بيحتار عدوه فيه. اللي هو بقى بيحب يتدلع، يعمل يسوي، عايز لعب، عايز هزار، ده الله اللي هيحاسبه مش انا. فانا عايزه ممكن يكونوا متجوزين قبل كده معاهم اولاد ماشي، يكون معاه بنت ماشي، ولد لا، لان هو معاه بنته، مش معقول هيحط بنته مع ولد. هو عايز البنتين يعمل لهم اوضه، هو عنده اوضه، عنده كل شيء، عنده شقته تمليك مفروشه من كل شيء واي شيء، عنده عربيته التمليك، عنده شغلته الهايله جدا. دول اصدقائي من الشغل، من حته يعني كده، من الحته يعني. فهم قالوا لي، قال لي اطلع عشان خاطر انا ما كنتش مكاني دلوقتي، يعني لسه انا بطلع مثلا بعد اسبوعين 3، يعني بدي مهله شويه. لا هو عشان خاطر ان هو
انسان طيب وبتاع الله، بيصلي الوقت بوقته. ارجو ان ربنا سبحانه الله وتعالى ما يوقعش في واحده الا بنت حلال. ربنا ما يوقعش واحده الا بنت حلال باذن الله ان شاء الله. زي ما هم ناس محترمه. انا ما بعرفش على فكره ناس قلة الادب او ناس سافله او لا 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 لا. لازم تكون ناس يعني مش عارفه اقول ايه، بس محترمه. اللي عنده، اللي عايز يعيش لازم يمشي عدل، واللي عوج بيفضل طول عمره عوج. والظلم، الظلم وحش قوي قوي قوي. اما يعني في ناس بيبقوا شاريه خطيبها، شاريه حبيبها، خطيبها جاب حبيبها الكلام ده، وبعدين هو بص بيستقل بيها. ليه؟ عشان لقاها ماشيه كده ومحترمه ومؤدبه. دي صاحبتي بتحكي لي عن كده، فبتقولي هو لقاني محترمه ولقاني بتحبه، هي بتحب خطيبها ده، فبقى يستنقص بيها. تقول طب انت ما اتصلتش ليه في الشغل؟ يبقى وانت واسيب شغلي واتصل بيكي ومش لا يعني. ما حسيتش معاه ان هي مرتاحه، ما حسيتش معاه ان هي بيبادلها نفس اللي هي بتديهوله. وبتقولي انا كنت بخاف على اهله وبراعي اهله، بحبهم وبسال عليهم وادور عليهم، لكن هو ما مش عارفه يعني. بيتكلم كتير في النت، بيتكلم ناس في النت، فانا انا اللي خرجت نفسي. انا ماليش في الجو ده. انت بتحب النت وبتحب حريم النت، هي بتقول كده، بتحب خلاص خليك معاه، انا اخرج من حياتك. فقلت لها طب اديله فرصه تانية، يمكن يكون هو مثلا كان بيهزر، يمكن بيتكلمش. قالت لا انا واثقه هو بيتكلم، بيقعد بالساعات يكلم ناس على النت، ولما تيجي تكلمي يقول لك يلا 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 امي شوف وراكي ايه، يلا يلا يلا. يعني يقعد بالساعات يتكلم، لكن ساعة ما انت ساعة ما هي تكلمه يقول لها طب امي شوف وراكي ايه، اغسلي تلاجتك او اغسلي حاجتك، يلا 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 يلا. ايه ده؟ انت طول النهار، هي بتحكي لي بتتكلم عن النت، بتتكلم بنات او بتتكلم اللي بيتكلموا، يعني انا ما اعرفش عشان ما اظلمش حد، انا ما سمعتش بودني. بتكلم اللي بيتكلموا طول النهار، وتيجي اللي خايت انا اجي اكلمك تقول يلا قومي قومي يلا، ومش في وراكي ايه، يلا اذا كان وراكي ناس وراكي حاجه وراكي يلا. لا ما ارتحتش، حست ان دي فيها اهانه، حست ان هي بتتهان، خطيبها بيهنا، حست ان هي لا مش هو ده اللي هيريحني. فبتحكي لي، قلت لها اللي انت عايزه تشوفيه، اللي انت عايزه تعمليه اعمليه. قالت لا هو ما بيدينيش حاجه ان احس ان هو بيحب، حتى الكلام بكلام معه قليل، انا اللي بتكلم هو ما بيتكلمش. قلت لها براحتك، انت عايزه تعملي ايه؟ قالت انا مش عارفه لسه، ما قررتش حاجه، بس كل اللي كان انا قررته ان انا زعلت على كرامتي، زعلت ان لما بتقول مثلا طب انت ما بتسلتش ليه، طب انا فاضيلك، انا هسيب شغلي واقعد اكلمك، انا مش عارفه، مش اسلوب، مش لقي يعني، مش اسلوب ان واحد بيكلم خطيبته، مش اسلوبها. مع ان تقولي انا كنت بحب اهله وبحترم اهله وبدور عليهم، واقول له لو انا اقدر ان انا اروح اخدمهم واعمل واسوي، وهو ما بيدينيش الربع اللي انا بديهوله. الله يهدي بقى، خلينا هنا. فانا بقول للي عندها يعني اللي عايز تتجوز وتكون جوازه محترمه، انا عايزه ناس محترمه، ناس يعرفوا الله فعلا، الناس مش كده ولا كده، انا عايزه كده عشان ده يبقى في وشي انا.
يعني عايزة الواحدة المحترمة لو هي معاها ولد لا، لو هي معاها بنت ماشي، لو هي سنها كبير شوية ماشي، يعني كل الحاجات دي. واي شاب برضو عايز يتجوز يكلمني، انا اخت ليكم، مش هقول انا لا خطبه دي، لا ما اعرفش الكلام بتاع زمان الهاي الوحش، لا انا بتكلم صديقه ليكم، كلنا كده مع بعضينا حزمه واحده، كلنا حزمه واحده. فلما الحزمه كلها لما بتتمسك بتبقى حلوه. فكل واحد وواحده انا هجوزهم هحس ان هم مني، هروح لهم وازورهم، ولما يخلفوا اعمل لهم اسبوعهم وافرح بيهم، ابقى فرحانه بيهم. فانا لسه ما جوزتش حد على فكره، بس هم العرسان اللي جايين لي انا بقول لكم عليهم. على فكره انا كمان مش فاضيه، يعني مش فاضيه للشغل، لا مش فاضيه، دي مش شغله بالنسبه لي، مش شغله، دي حاجه يعني هديه او صداقه او حاجه لوجه الله مش اكتر. بس هتجيني واحده هلاقيها كده ولا كده ههزقها، انا ما بتحركش. واحده محترمه وعايزه تعيش صدقيني هتلاقي اللي احسن منها كمان، هتلاقي اللي احسن منها هيجيها. وانا بتكلم يعني بقى الوقت شيء يعني على الامهات والابهات اللي ما بيسالوش الا في نفسهم. الاب يطلق بعد ما يتجوز سنه ولا 2 ويطلق ويروح يتجوز، وهي نفس الكلام. والعيال دي هتروح فين؟ الاطفال دي هتروح فين؟ مش مسؤوليتنا. يلا يروح يترموا عند مرات ابوهم، يلا يترموا عند جوز امهم. طب ليه ما نستحملش شويه يا ناس؟ ليه طلاق 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 طلاق؟ ليه يعني في ايه للدنيا كده خراب بالمنظر ده كده؟ ليه الطلاق اللي احنا سامعينه ده بقوه وشده؟ ليه مفيش رحمه؟ ليه كده؟ ارحموا اولادكم، ما بقولكوش ارحمونا احنا، ارحموا الاطفال اللي ما يعرفوش حاجه، ارحموا العيله اللي بتمسكي كده من هدومك وتبقى نايمه في حضنك تفكي ايديها وترميها. انا ماليش دعوه بالاب، بيقول لك امك ثم امك ثم امك ثم ابوك، يعني بس انت متنادى عند الله بكم مره. هي بتقول لك كده او هو بيقول لك العيل الطفل ارحميه، استحملي عشانه، استحملوا عشانهم. يعني انت هتكونوا اكتر من مين مستحملين؟ احنا طلعنا لقينا الدنيا عذاب، مش ضروري ان انا احكي اقول ايه في ايه ومش في، لا استحملنا قوي 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 قوي، استحملنا قوي 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 قوي. وقلت يا جماعه احنا 3 وعمرنا ما هنبقى 4، قعدت بيهم وعليهم، مش عايزه رجاله، مش محتاجه رجاله، مش محتاجه لهم. انا محتاجه لعيلي ينكفني انكف، اضربه، يزعق لي، اشتمه، يعني كده في حبه مناكشه كده، في حبه فرحه، في حبه ان انا اقومهم يوم يتسحروا لا يفطروا لا نفطر لا نجيب لهم مش لا خلاص. انا عملت حياتي على كده، مش بقول بقى للناس كلها اعملوا حياتكم على كده، لا ما بطالبش بكده. انا بقول يا رب اللي متجوزه تتحمل، تحملي. وبيت العيله لا، يا ريت ما يكونش فيه بيت عيله، ان بيت العيله بيبقى اكبر مش مشاكل في بيت العيله. والراجل يطلع يسافر ويبعت لامه وابوه فلوس، وهي لما تيجي يعني عايزه تاكل او حاجه تستنى لما يطبخوا او وتتركب تاخد حبه، لا ما استناش اما تطبخوا، خدي في حقك منه هو بره. زي ما بيبعت لابوه يبعت لامه، لازم يبعت لك مصروف انت في ايدك. كلتي ما كلتيش، انا بتكلم باللي بيسافروا، كلتي ما كلتيش حوشتيه جبتي بيه حاجه انت حره.
ما تحطيش صباعك ده انا مش بظلم حد، او انا مثلا بقوم على حد، لا انا بقول له هو اتقي الله في بنت الناس اللي انت واخدها من بيت ابوها. زي ما بتعمل حساب لامك وابوك واعمل حساب للست اللي معاك، مصروف برضو زيهم زيها، في ايديها لنفسها. يا حرة بقى تعمل تليفون، تجيب حاجة لنفسها، تجيب حاجة ببيتها، هي حرة تجيب اللي هي عايزاه، حقها. كفاية ان انت مشيت وسبتها، يبقى حقها بنات تاني نفسها اللي هي عايزة تجيبه، مش كمان لا راجل ولا قرش، لا اديها، اشبعها من القرش. عشان لما تروح في حتة، تروح عند اختها تجيب حاجة وهي داخلة، تروح عند ابوها تجيب حاجة وهي داخلة، تاكل حاجة هي وولادها في الشارع، تجيب حاجة وهي داخلة ببيتها. يعني ما تحسسهاش بالقهر والزهقان. فرج عليها، وسع عليها، مش كله لامك وابوك، مش كله لامك وابوك. ما دي واحدة بني ادمة، دي بني ادمة برضك اللي يعني محتاجة قرش، ومحتاجة. مش انا مثلا ابقى عايزة مثلا حاجة، انا اقول لامك انا عايزة 50 جنيه عشان مثلا هجيب مثلا طرحة. لا يا حبيبتي، وتجيبي طرحة ليه لما يجي يجيبها لك وهو جاي؟ انا عايزاها دلوقتي يا امي، محتاجاها، عندي فرح بنت اختي، عندي فرح. لكن لو هي معاها بقى قرش في ايديها، مش هتقول لها حتى تنزل تجيبها وتلبسها. يعني انا بقول يعني ايه، انا مع كل الناس بيدوا، كل الناس كويسين، وكل الناس كل حاجه، بس انا ممكن في ناس بيبقى تفكيرها كده، فانا بتكلم معاهم برضه. لا، لازم تاخد بالك من حاجه زي كده، ولازم ترضيها، ولازم وانت بره ترضيها، وانت بره تقول لها الكلمه الحلوه، وانت بره تطبطب عليها. لا ده انا هاجيلك، ده انا نازل انزل عشان خاطرك انت، ده نازل عشان اطبطب عليك انت، ده نازل عشان احسسها ان انا مش نازل. حتى اولادي انت اغلى من عيالي، هم عيالها وعيالك، بس انت اغلى من عيالي عندي. انا نازل عشان خاطرك انت، انا عايش مش مرتاحه عشان خاطرك انت. الست بتبقى عايزه الكلمه الحلوه، الست بتبقى عايزه الطبطبه، مش عاوزين القرش جنب الطبطبه. البعد، القرش بيداويه برضك. مش عارفه يعني، انا قلت اللي انا عايزاه النهارده، مش هكتر قوي عشان انا يعني ايه العيله، عشان وبشكر الاخ اللي بيقول لي كلامك 100 والله العظيم. ده انت عندك ذوق غير طبيعي كبير قوي، ذوق كبير. انا عارفاك على فكره، عارفاك لان كذا مره انت بتكتب لنا كلام محترم جدا، كلام محترم. وانا وكل اللي بيكتبوا لي كلام كمية احترام وادب. ربنا يخلي كل اللي بيعرف بمقام الناس. يعني انا اقول ايه، يعني بقول لهم والنبي استحملوا شويه، استحمل عشان خاطر ولادك، اتحمل عشان خاطر العيال ما تتدمرش. ولما يكون عيال اتدمرت وخلاص والدنيا عدت اهو، واحده هتتجوز اهي وهيبقى معاها مثلا عيال من ابن جوزها، ما تتقي الا فيهم، في العيال دي. اكن عيالك اللي انت جايباهم من قلبك يا شيخه. ليه يبقى مرات الاب بتبقى صعب؟ ليه دي اطفال، ذنبها ايه ان هي جت واتظلمت وجت في مرات اب؟ ما انا لما اعمل كده ابقى باخد حقي من امه. وهي فين امه؟ دي بتاخدي حقك من طفل غلبان، ولا بتاخدي حقك من طفله غلبانه؟ بدل ما تطبطبي عليهم كده وتمسكي العيله تبوسي ايديها وتديها 5 جنيه، انزلي يا حبيبتي هاتي اللي انت عاوزاه، بس حاجات بسيطه قد ايه تفرحي العيله، خليها تخش في حضنك واحضنيها. العيال دول بيبقوا شبه اليتامى يا جماعه، اتقوا الله فيهم. والراجل اللي داخل ولاقي مع مراته معاها عيلين او عيل، يا عم وانت جاي كده بالليل اهلا وخدهم كده في حضنك وانت داخل، دي مصاصه، دي
ده بوزه، يا حاجات ضعيفة. هيقولوا بابا جه ويبقوا فرحانين بيك، يبقى انت بديل لابوهم، يبقى انت بديلة لامهم. بلاش بقى مرات الاب وبلاش بقى جوز الام، وننسى الكلام اللهبل ده بقى. خلاص بقى، خلاص احنا نعرف ان احنا نازلين في التراب. والله احنا كبار، احنا صغيرين، احنا نازلين في التراب. مش بالسن والله العظيم 3، لا بالكبر ولا بالصغر. يعني اللي اصغر مننا خالص ماتوا، واللي اكبر مننا ماتوا، واللي في وسطينا ماتوا كتير.